هذا الحضور البهي. مساء مخلل بتحايا التقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور سعيد بنقراد الذي نسعد ونتشرف به بيننا اليوم، ولا يفوتني عرفان بجميل القائمين على هذه المكتبة الرفيعة، ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في إيصال كتاب إلى القارئ ومده بطوق نجاة يعيده إلى الساحل سالما من خوفه وغرقه. الحق عندما تلقيت الدعوة لأن أقدم في هذه المناسبة كان الأمر مزدوجا وبالتالي ملتبسا، فأن أقدم الدكتور سعيد بنقراد شيء، وأن أقدم كتابا جديدا ترجمه الدكتور سعيد بنقراد شيء آخر، كما أن تقديم شخصية فكرية من مستواه أمر لا يحتاج إلى مجرد النقر على أزرار الكمبيوتر وتصفح ما كتب عنه في صفحات المواقع، أو حتى معرفة مهامه العلمية وعناوين مؤلفاته وترجماته، ولا مجرد الاطلاع على بعض منها. فكل واحد منا داخل هذا المكان أو خارجه يستطيع أن يفعل ذلك، بل ذلك أسهل شيء يمكنه فعله. لكن بالنسبة لمن سوف يقدمه أي لمهمة هذه، فلا أعتقد أنها بهذا اليسر، ربما لإدراك نوعا ما للقيمة المعرفية والفكرية والإنسانية للدكتور سعيد بنقراد وغناها عن التعريف، ولولع وانبهار بتخصصه السيميائي ونتاجه الغزير في مجاله، ولرغبة القديمة في لقائه ومحاورته حول منجزه العلمي الثري الذي يعد مفخرا للمغاربة وللعرب بشكل عام. لهذا يشدني حماس وفرح منقطع النظير نحو حديث شيق مع وعن الدكتور سعيد بنقراد، هذا الرجل العظيم المتواضع، ابن أرض البرتقال والشمس، ابن الغابة والبحر، ابن الأدب وعاشق الرواية، الميال إلى الفلسفة، الناقد وصاحب الموقف والقضية، والمتبحر في العوالم المجردة والمشخصة، مكتشفا ما أتاحته له السيميائيات، مستحضرا تجاربه في السياسة والدين والمتعة والقلق، قارئا نصوص الحياة في رحلته الذاتية العلمية سيرة التكوين التي كتبها ونشرها مؤخرا بعنوان وتحملني حيرتي وظنوني. هذا الكتاب الذي شدني حتى كدت أنسى أنه ليس موضوعنا في هذا اللقاء، إنما نجتمع اليوم حول كتاب شبكات التواصل الاجتماعي للفيلسوف روبرت ريديكر، الذي ترجمه وقدمه حديثا الدكتور سعيد بنقراد ليشكل إضافة قيمة ونوعية إلى ما ترجمه سعيد بنقراد في حقل يعنى بالعصر الافتراضي وبخفايا الرقم والإنسان الجديد، هذا الإنسان الذي خلقه التواصل كما أورد سعيد بنقراد في مقدمة هذا الكتاب ليعيش وفق إكراهات زمنية، وليفقد في زحمة الاتصال ذاكرته ويضيع ذكرياته وأحلامه. وهنا سوف أرحب مجددا بالدكتور سعيد بنقراد وأدعوه إلى أن يحدثنا قليلا عن هذا الإنسان الجديد، إنسان شبكات التواصل الاجتماعي. دكتور سعيد بنقراد، مرحبا بك. نحسبني غادي يسولوني. أولا لكي أبدد بعض القناعات المسبقة أسارع للقول أنا لست ضد الانترنت ولا شبكة التواصل، لأن راه كاين بزاف هنا بكم اللي عنده شبكة تواصل وراني خايف. فلذلك أنا لست ضد شبكات التواصل ولا ضد الانترنت ولا كل المنجز الرقمي الحالي، فقط يعني الكتب التي ترجمت وما يكتب حاليا وبشكل كبير جدا في أوروبا هن أن الناس بدأوا يحذرون من الاستعمال المفرط لهذه الشبكات، لأنها تهدد الكائن البشري في وجوده. عندما أتحدث عن الكائن البشري في وجوده أي باعتباره كائنا حيا يتمتع بحميمية ويتمتع
باستقلالية في التفكير وبوجود في الواقع وليس في افتراض عادة ما يوهم الناس بحقائق ليست من الحقيقة في شيء. فلذلك عندما أتحدث عن هذا الإنسان الجديد الذي يولد الآن ويتطور ويكبر داخل الفضاءات يعني الافتراضية ومنها شبكة التواصل، أشير في البداية إلى فكرة مركزية أعتقد أنكم تتفقون معي فيها. الطفل قديما إلى حدود السنة الخامسة أو السادسة من عمره كان يتعرف على العالم كما يأتيه من خارجه. كانت الزهور زهورا والورود ورودا، وكانت الأشجار وكان الماء وكان الرخاء، وكان يتعلم كيف ينتمي إلى هذا المحيط الطبيعي. يتعلم كيف ينتمي بمعنى كيف يصبح قادرا على استيعاب ما يأتيه من هذا المحيط. الآن اختلف الأمر نهائيا. الطفل في عمر الثالثة في عمره أو أقل ربما الآن يعرف العالم في الصورة قبل أن يراه في الحقيقة. معاني الورود لا تنمو ولا تكبر في المروج والبساتين والحقائق، ولكنها تنعرع في الافتراضي، وهذا يشكل خطر كبير جدا. نسكت؟ لا باش تعطيني سؤال آخر. لأن تقول في نفس المقدمة يعني مقدمة كتاب شبكة التواصل الاجتماعي بأن هذا الإنسان الجديد يعني أصبح يعيش وفق الشرط الاتصالي وبأنه فقد صمتا، كما أنه غدا شفافا سطحيا يمكن مراقبته وعقابه، كيف ذلك؟ هناك إبدال كبير جدا ما كنعيشوش احنا في المغرب فقط، ولكن يعيشه العالم حاليا. هذا نتيجة لسلطة جديدة الآن تبنى في الافتراضي، وهي التي تتحكم شيئا فشيئا في العالم بأسره. ويكفي أن أذكركم بالحادثة الشهيرة ديال تويتر مع ترامب في لحظة من اللحظات تويتر مش منعته فقط، الغت له الحساب ديالو نهائيا، لأنه في نظرها يشكل خطرا على ما يمكن أن لأن هذه الشبكات هي ضد الدولة الحديثة كما تصورها روسو أو تصورها هوبس. لا، هي تتحدث عن كائن جديد. المواطن يجب أن يختفي ليحل محله المستهلك، والمناضل يجب أن يختفي ليحل محله المحتج، والمناضل يجب أن يختفي ليحل محله المستهلك. كائنات تقيس الزمنية بكمية المنتجات التي تستهلكها ولا بالحاجة إلى أن ننمو داخل زمنية ونكبر فيها. قضية الاستهلاكية الآن من خلال هذا السيل العارم من الوصلات الإشهارية اليومية عن طريق الافتراضي وخارج الافتراضي، أصبح الكائن يقوم بمجموعة من الأدوار المبرمجة بشكل سابق في الفرجة. لذلك الفرجة ليست صورا كما نتصور، وإنما هي علاقات اجتماعية تتم من خلال الصور. نحن نستمد جزءا كبيرا جدا من مواقفنا، من سلوكنا، من ردود أفعالنا، انطلاقا مما تقدمه الحياة الأخرى تبنى في الوصلات على هامش الحياة الحقيقية. نعم، أثرت في مقدمة كتاب شبكة التواصل الاجتماعي وأيضا في مقدمة كتاب آخر ترجمته قبل 3 أعوام ويحمل عنوان الإنسان العاري، الديكتاتورية الخفية للرقمية لمارك دوغان وكريستوف لابي. مسألة يعني أثرت مسألة الهوية مبرزا الآثار الكارثية التي خلفتها الثورة الرقمية على الشرط الإنساني وعلى ما يشكل هوياته الموزعة على فضاءات يلعب فيها الواقعي دورا وسيطا. وبالتالي فهل في رأيك نجحت السبرانية في إفقاد الإنسان لجوهره؟ وأنا أتمنى أنها لم تنجح بعد، ولكننا نسير في هذا الاتجاه. يعني عندما أتحدث عن هذه القضية الافتراضية أنا أعبر عنها أحيانا الواقع. الحياة التي نحياها هي في الواقع لحظة عابرة في الواقع، أما الحياة الحقيقية فنعيشها في الافتراضي. أخطر من ذلك ما يقع لنا الآن، ربما أذكركم بذلك. الآن حتى قضية الكلام أصبح مشكلة. الواتساب
الناس أنا كانوا عندي أصدقاء وأعزهم كثيرا، وقلت لهم الله يخليكم اتصلوا بي بالواتساب فانا فابور، كيديروا لي ميساج تكستو كيف حالك وأنت كذا، كانوا يحدثوا لي بأصواتكم. الآن حتى الصوت اللي كان يعني مجرد صوت يعني عابر الأمكنة ما بقاش يعني بدأ يخيف، وكأن الوجود الكائن يعني الداخل في إنسانه داخله تحول إلى خارج، تحول إلى خارج حين أصبحت الأنا الحقيقية التي بها يعيش هي الأنا التي تعيش في الافتراضي وليس الأنا الموجودة في حقيقة الواقع على الإطلاق. نعم، قدمت مثالا لفيليب بروتون يشبه فيه إنسان في شبكة التواصل الاجتماعي بالبصر، أي أنه طبقات من فوق بعضها. فمتى يختفي الإنسان في نهاية المطاف، أو بعبارة أخرى متى بالضبط يكتشف هذا الإنسان أنه فعلا قد أصبح بلا جوانية؟ والله لا، أنا ما عنديش، لأنه أنا ما عنديش فيسبوك، وعندي واحد مجموعة من الأصدقاء راني واحد معاهم، يعني ما عرفتش أنا اللي عنده اختلاف على الصدر كيفاش كيدير معاهم، يعني مشكلة حقيقية. متى سيختفي؟ لا أعرف، لأنه أنا ماشي اقتصادي، ماشي عالم مستقبليات، ولكن فقط أنا ألتقط ما يقع الآن، يعني التحولات التي طرأت. أنا بعض المرات ويعذرني طلبتي، راهم هنا كتار طلبة ديالي، يعذرني أنني أشعر أحيانا بأنهم راهم جالسين أمامي ولكن ينتظرون متى يخرجون لكي يتصلوا. الكائن المتصل والكائن المنفصل. نحن نعيش فيضا من حالات التواصل نشكو داخلها من الحميمية والوحدانية. أنا كتبت في هذا يعني لقد حرمونا من أن أكون وحدنا حين أوهمونا أننا لن نكون وحدنا أبدا. قدموا لنا شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها البديل عن علاقات إنسانية حقيقية. أنا يعني أذكركم وأذكر نفسي ولا لقاء بسيط ديال نص ساعة مع شخص في مقهى ولا في مكان ما، تجلس أنت وهو، يعني يساوي الدنيا بأكملها على حالات اللقاء في الافتراضي أو شيء آخر. فلذلك أنا يبدو لي أن متى سيختفي إنه في طور الاختفاء. ربما يعني مؤلف هذا الكتاب يعني أشار إلى أن العالم الذي تبنيه شبكات التواصل الاجتماعي قادر على التسبب في اندثار إنسان. ربما هو متشابه أكثر من اللازم، يعني لا يعني أفترض أنه غادي تكون حالة من حالات الوعي، وأن الناس، ولا أدعو الناس أن يتخلوا عن الفيسبوك لا أدعو الناس، لا، فقط ترشيده لا أقل ولا أكثر، لأنه يساعد في الكثير من حالات التواصل إلى غير ذلك. أنا متأكد أن الكثير راه جا اليوم لأنه قرأها في الفيسبوك، جا هذا اللقاء هذا، وهذا أمر لا يمكن أن ننكره، وأشياء كثيرة يمكن أن تقول، لكن فقط أن نصبح مدمنين وأن يصبح العالم الحقيقي عالمنا هو ما يقع داخل الافتراضي، فهذا خطر. أنا تحدثت، واسمحي لي نكمل، أنا تكلمت عن الكلام لأنه أنا قد قلت يعني على مستوى الكلام، واحد يقول له فريدريك دار يقول لك يعني يمكن أن يصنع الآخرون بكلماتك ما يشاءون، ولكن صمتك يزعجهم دائما. لذلك هذا كلامي الآن، السلطة الآن ترغمنا على الكلام لأنها تخاف من صمتنا. في مرحلة من المراحل كان الكلام موقف، الآن لا، العكس تماما، الكلام هو الكشف عن سريرتك، أنت معي أو ضدي. الذي لا يتكلم كثيرا، أنا اتصلت بي واحد المرة سيدة لا أعرفها، يعني قالت لي أين أنت؟ أين ذهبت؟ قلت لي الكل يناقش، الكل وأنت غبت يعني هذه. الله، قلت لها أنا ما غايبش، أنا موجود. فقالت لي ولكن الكل يكتبوا في الفيسبوك. قلت لها أنا يا هذيك الجالية ما ساكنش معهم، أنا يعني ساكن مع جالية أخرى في الحقيقة. نعم، تجد في أن يعني قبل قليل ذكرت بأنك تجد هذا الكتاب قليل متشائم، وتقول بأنك أيضا في المقدمة تقول بأنك لا تتفق مع كل ما قاله روبير ريديكر في كتابه شبكة التواصل الاجتماعي،
فما هي اهم نقاط الاختلاف معه وما ضروره هذا الاختلاف؟ هو ما كانش تكشف لنا هذيك الاسرار الله يخليك. لا، لانه هو ينتصر الى قيم انها ليست قيم، يعني هذا هو تصور واحد مجموعه من المسائل ليست هي تصوري، واين يريد ان يذهب بنا هذا موضوع اخر لا اريد ان اناقشه، ولكن هو متشائم. لا، هو سنعود الى يعني اين الفضاء العمومي الان؟ اين الراي العام؟ الراي العام هو وليد ظهور البرجوازيه، ظهور المجتمع الذي يقرا، والذي يقرا هو الذي يمكن ان يكون جزءا من راي عام. عندما تقرا، اشنو هي القراءه في نهايتها؟ ان تعيش معناه ان تتصور فعلا ينصهر فيه الفاعل مع فعله، ولكن ان تحيا، ان تقرا بمعنى ان تضع مسافه بينك وبين الواقع الذي تعيشه، ان تطرح تساؤلات حوله. يعني كان كانت كيقول لك هو يتحدث عن الانوار، مجتمع او جمهور ينور نفسه بنفسه. هذا هو الفرق ما بين اللي كيديروا السياسه يفهمون هذا جيدا احسن مني، ما بين الفرق ما بين لو سونداج وما بين لي زيليكسيون. السونداج شنو هو؟ صبر اراء، ان تتوجه الفرد المعزول في احكامه المسبقه وفي ارائه، وبالتالي يعطيك ما تجد. ولكن لي زيليكسيون لا، ان ديبا بيبليك، نقاش ممكن بعد 10 ايام 50 يوم نخرجوا بواحد الاراء او بواحد الاراء هي اللي غادي تكون تعبير عن الاراده العامه في الاقتراع العمومي. الان احنا ما عادش، ما بقاش تماما. هذا ما اورده مؤلف هذا الكتاب، يعني كان يذكر بان ربما العنف يسبق السياسه، كان سابقا للسياسه في وقت ما. في فصل فيسبوك وتويتر أو انتصار الفوضى، وفي فصل فيسبوك وتويتر أو حلبة سيرك المساواة المدمرة، يرى مؤلف الكتاب بأن هذه الشبكات تجسد معادلات لانتصار الفوضى، وبأنها تزيف المبادئ الأرضية، وبأن الضفادع فيها تصبح تيرانا، وبأن الكراهية والعنف الذي تخلقه هذه الشبكات كفيل بتدمير المدرسة ورؤيتها البيداغوجية والسوسيولوجية. فمن موقعك الأكاديمي وانطلاقا من تجربتك الطويلة في التدريس بالجامعة، كيف تنظر إلى تأثير مثل هذه الشبكات على التلميذ والطالب المغربي؟ تأثير رديء جدا يعني في الواقع. يعني قضية المساواة، أو نعود إلى المساواة، هو ينطلق من فكرة، هو المساواة فكرة ليست تقدمية. نحن تصورنا في تياراتنا السياسية التي انتمينا إليها أننا يجب أن نحن بمجتمع عادل وفيه مساواة بالفعل، ويجب أن يكون هذا المجتمع، ولكن مساواة فاش؟ مساواة في القانون، مساواة في الحظوظ، في الفرص، مساواة. ولكن ما يمكنش تكون عندك 20 طالب، 3 طلبة يشتغلون صباحا مساء، 17 ما يقراوش وتقول لي غندير له المساواة. لا، فلذلك المساواة أحيانا تكون مدمرة لأنها تعوق البعض في أن يبدع أكثر. والتنافس هو ما ينطبق أيضا على فكرة المدرسة عن بعد، التي يعني ما عرفتش يعني هذا قتل لكل شيء. عن بعد عندما نصل إلى مستوى معين من المعارف، عندما يجلس علماء الكبار في مخابرهم يتبادلون التجارب فيما بينهم مع علماء آخرين، ولكن التلميذ في الإعدادي، التلميذ في الثانوي هو في حاجة إلى الأستاذ، أستاذ سيء أو رديء هو نموذج، ولكننا نتعلم منه، نتعلم كيف نجتنب أخطاءه، ونتعلم أيضا من قيمه. وأيضا أننا التلاميذ ما يسمى لا ديناميك دي جروب، مجموعة. ما يمكنش التلميذ أنه يبدع لوحده في الدار على الإطلاق. عالم الأم يعامل عالم المنزل عالم منسجم، عالم فيه الحماية. عالم المدرسة لا، عالم المدرسة فيه المنافسة، فيها الصراع، فيها أشياء كثيرة، فيه العدوانية. يجب أن نتعلم كيف نكون مواطنين في الشارع وفي المدرسة وفي الكليات، وليس بمنازلنا. المنزل دائما حماية ووقاية، الأب الأم تحميك، اخطأت ولا ما اخطأتش، ولكن عندما تخرج إلى الشارع لا، يجب أن تواجه قدرك. فلذلك هذا التفكير في أننا يجب أن نتخلى ذات يوم عن المدرسة معناه أن نبني كائنا بشريا. يعني بطبيعة الحال ما غاديش نمشي معكم بعيد، ستسقط النقابات، ستسقط الجمعيات المجتمع المدني، سيسقط كل شيء.
لماذا؟ لأن كل واحد في منزله، العمال الذين كانوا يجتمعون في معمل ويطالبون بالزيادة في الأجور ما غاديش يديروها لأن يشتغلون في منازلهم، وهكذا دواليك. تفضل. إذا تتفق مع ما يعتبره مؤلف هذا الكتاب، يعني أيضا هو في مواجهة مع التنين القاتل لثقافته ولروابطه الاجتماعية. بالضبط. هو يتحدث عن التواصل، هو كيقول التواصل أصبح بديلا عن الثقافة. التواصل، نحن نتواصل لكي لا نتواصل. هو في نهاية الأمر هناك واحد الاستعارة كبرى، البعض رأى في هذا الرواية المشهورة ديال جيل فيرن، سفر في باطن ذيك فواياج سونتر دو لا تير، تمشي هذيك الفرقة الاستكشافية تتوغل إلى أعمق نقطة ممكنة داخل قلب الأرض لتكتشف في نهاية الأمر أن ما هو موجود فوقها هو ذاته موجود داخلها. هناك حيوانات وهناك كائنات تشبهنا، هناك بحيرات وبحار. فإذا هذه استعارة كبرى للقول إن الكائن البشري باطنه وظاهره شيء واحد، جوانيته سقطت وشيء واحد موجود هو الشفافية. والشفافية هي أن ترى من خلال الفرد ولا تراه، أن ترى من خلال الفرد ولا تراه. هذه هي الشفافية. سقوط للحميمية للحالات، يعني هذه سنوات قليلة، يعني ماشي كثير جدا، كانت هناك أشياء لا يمكن للإنسان حتى أقرب المقربين إليه لا يقولها له. الآن يعني الكشف عن كل شيء. بما فعلته فاتحة لبالكم. أصبحت حدثا كبيرا جدا. الفيسبوك صورها زوجها دخلت إلى المرحاض. تصوروا أن هذا العالم الافتراضي، كله بدا كيهضر على هذه الفاتحه لواحد مده 15 يوم. غير هذه الواقعه بحد ذاتها كتعطيكم الى اي حد انتصر الراي على الراي العام، والراي لا يفكر او يفكر بشكل سيء. العلم بدا حين انتصر على الراي. الان لا، اي واحد يدخل. انا واحد الصديق ديالي عاتبني، كتبت في الغلاف كذا وكذا وسفرات القوم ودهماؤهم. قال لي يا ودي الله يهديك سفرات القوم. قلت له انا هدرت في المثقفين والمتعلمين، ولكن سفرات القوم راهم كاينين. ها اللي درتو فاتحه ماشي بسفرات القوم. غابت المصفات كما ذكرت ربما في كتاب وتحملني حيرتي وظنوني، تقول: لم تعد الحقيقة مودعة في الكتب والموسوعات، إنها منتشرة الآن في الشبكات الاجتماعية، حيث لا وجود لمصفات تكون في رعاية المجموعة العلمية وحمايتها. أنا أتوجه للآباء والأمهات هنا. أنا أعرف أن الأب والأم تريد أن تحمي ابنها أو ابنتها. باش تحميها من الجيران، ولكن تحميها أيضا من الأفكار الهدامة، من الأشياء التي ممكن أنها تأثر عليها إلى حدود 18 سنة. الابن والابنة، الطفل والطفلة حدود 18 سنة هو في حماية المجتمع، لأنه لم يصل إلى حد أن يبني كيانا مستقلا يواجه به العالم. نفس الشيء عندما تكون عندك شبكة التواصل الاجتماعي مفتاحة لكل شيء، أنت تخاف الآن على ابنك وعلى ابنتك، وهذه مسألة عادية. يعني هذا هو اللي نتكلموا عن المصافي. حتى على مستوى الكتب، دور النشر قديما شنو هو الدور ديالها؟ ماشي كانت تنشر فقط الكتاب، لا، كانت سلطة علمية. هذا كتاب ينشر وهذا كتاب لا ينشر. الآن إذا عندك 5000 درهم سير لأي مطبعة واكتب ما تشاء ووزع كما تشاء، وهذه أيضا مشكلة. لذلك هذه المصافي التي نتحدث عنها. ربما حتى لا أكون راديكالية في الاستقرار في الحوار معك دكتور، سوف أختم بهذا الحوار بسؤال أعيدكم فيه إلى عبارة لأفلاطون ذكرتها في ختام سيرتك: تحملني حيرتي وظنوني. الشجاعة في خروجك بل في امتلاكك الجرأة على العودة إليه من أجل تخليص الآخرين، وأوردتها في سياق مقاومة اليأس والتردي والسواد الكامل للوحة. كان يعني الفكري هو سبيلك إلى نقطة الضوء في النفق المظلم الذي نعيش طبعا فيه، فما سبيل عامة الناس إلى ذلك؟ هو القراءة، أن يقرأ الناس،
أنا أختم بها هذه فكرة القراءة باش وأنا أتوجه لطلبتي بالأساس. وأنا كنت قلت لهم كان يقول إن الذي لا يقرأ يعيش حياة واحدة في حياته، أما الذي يقرأ فيعيش 5000 سنة. كان يقصد بها 5000 سنة هي تاريخ الكتاب. نحن لا نملك ما يكفي من الوقت لكي نجرب كل شيء على الإطلاق. نحن في حاجة إلى تجارب الآخرين. هو ما تقدمه لنا الروايات ويقدمه لنا الشعر وكذا 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 وكذا. فلذلك لكي تكون ذاكرتنا أوسع وعالمنا أوسع يجب أن تكون ذاكرتنا أيضا ولغتنا أوسع. فلذلك عندما نقرأ فإننا لا نتعلم معارف فقط، وإنما نتعلم كيف نمتلك لغة هي سبيلنا لكي نوسع من هذا العالم الذي نعيش داخله. نعم دكتور، شكرا جزيلا. ربما نفتح يعني باب نقاش بعض الأسئلة للحضور إذا أرادوا يعني المشاركة معنا في هذه الجلسة. نعم تفضل أستاذ. الأستاذ سعيد، أود أن أطلب منكم كسيميولوجي رأيكم في التسوق عن بعد، الطعام عن بعد، وشراء الملابس عن بعد، وشراء الأدوية عن بعد. ما هو رأيكم؟ شكرا. قبل لحظات في فترة من فترات تاريخ البشرية أنا أتحدث عن قبل الثورة الصناعية. أصحاب المانيفاكتور كان عندهم مانيفاكتورة، كانوا ينتجون منتجات محدودة وموجهة إلى زبائن معروفين. بعد ذلك انتشرت وجاءت الثورة الصناعية وبدأوا ينتجون بآلاف النسخ، وبالتالي ما كانوش بإمكانهم ينتظروا، كانوا في حاجة إلى من ينصح المستهلك، فكان الإشهار هو الأداة التي تنصح. وصلنا الآن، هذا هو الآن كنعيش تقريبا اللحظة القصوى فيما يتعلق بالإشهار. وهذه الفكرة ديال التسوق عن بعد أو كذا هو اللي تحدثت عليه قبل لحظات. أنا أتحدث عن البرامج مسبقة. نحن نحضر في ذاكرة الرأسمالية وذاكرة المنتجين وذاكرة التسويقيين من خلال نماذج معينة، وهذه النماذج مودعة عندنا، وبالتالي أنه أي من تريد الشيء الفلاني كيجيك حتى للدار بالرقم ديالك كلش. بمعنى انت ما بقيتيش الفرد المعزول كما كانوا كيتصوروا. لا بيبليسيتي كيقول لك فيزي، لا بيبليسيتي فيز لي دون سون غاف بيرسونيل. الان ما بقاش غاف بيرسونيل، لا دون لو غاف ديال لو موديل، النموذج الذي ينتمي اليه. ناكلوا البيتزا كاملين، ناكلوا ماكدونالد كاملين، كنلبسوا كاملين، وماشيين في هذا الاتجاه ديال اننا نخلق نماذج مسكوكه. فلذلك واش غادي نقول لك، رايي فيها واش انا ضدها ولا معها هذا موضوع اخر. انا لحد الان مازال ما شريتش بيتزا عن طريق عن بعد. بالنسبه للعمل عن بعد، العمل لا، العمل عن بعد فيه كاين بعض الاشكال ديال العمل، كاين بعض اشكال العمل اللي حتى الا دارت عن بعد كتكون مفهومه. يعني واحد مؤسسه بسيطه وعندها اعمال تتم عن طريق كذا ماشي مشكل، ولكن حدثني على معمل يصنع مثلا احذيه وتقول لي عن بعد، كنقول لك اودي لا، هذا ما كايناش نهائيا هذا عن بعد اطلاقا. بعض الشركات الان ما عندهمش، ما عرفت شي واحد حدثني إباغ
كيباغ هذه اكبر شركه الان في العالم، ما عندهاش سياج، ما عندهاش مقر، ما عند حتى العمال ما عندهاش نهائيا. عندنا ناس كيخدموا ياخذوا راسهم واحد النسبه صغيره وكيعطيوها هي الفلوس بلاش نيموها. وراه هذاك واحد كيتكلم عن ليبيريزاسيون، ايبيريزاسيون، بمعنى العالم كله غادي يتحول لهذا الشكل هذا. انت راه هذا فيها ما باغيش ندير سياسه، لا لانه حتى فكره مواجهه السلطه ما بقاتش، لان حتى السلطه نفسها الان الدوله ستتحول بعد 20 سنه الى مؤسسه تقدم خدمات فقط، خدمات بلديه كما اي شيء. اما التحكم في البشريه كديرها الكافر ملي كتدخل، بمجرد ما كتدخل كيديروا لك بحال الفار، كيعطيوك واحد لادوز وكتمشي تاكلها وتبدلك لا دوز وانت غتمشي تابعهم. لوغاريتم هذا هو العمل ديالك. ما انت كتصور بانك مبحر وبارادتك وكذا، لا، انت تسير حتى فيما يتعلق بقضيه الحضور. وعندنا اصدقاء، نحن لا نقبل الا من يتفق معنا، او على الاقل ما يخلقلناش مشكله. كي واحد يصدع في الفيسبوك كما قيل لي، انا ما عرفتش، اللي ما عجبكش كنقول لا صافي سير يا جماعه. لا فهو. السلام عليكم. لي الشرف ان اكون من احدى الطلبه عند الاستاذ سعيد، وانا سعيده بحضور هذا اللقاء الذي يحضر فيه الاستاذ سعيد. سؤالي مما ختمه الاستاذ عن اهميه القراءه، وبان الشخص الذي يقرا يعيش مده اطول، يعني حيوات اخرى. هنا سؤالي عن القراءه. نلاحظ ان اليوم في اطار شبكات التواصل الاجتماعي اصبح الكثير يقرا على شبكات التواصل الاجتماعي، وكما نعلم فشبكات التواصل الاجتماعي لا تخضع لرقابه. هناك العديد من المقالات المكتوبه بدون مراجعه لغويه، هناك من يكتب بلغه عاميه، وللاسف العديد من الشباب اصبح يقرا على شبكات التواصل الاجتماعي، واصبحنا نفقد نوعا ما القراءه الورقيه التي لها طعم اخر. وبالتالي فشبكات التواصل الاجتماعي عوض ان تنمي اللغه اصبحت تفقدنا اللغه، لاننا العديد من الاخطاء الشائعه اصبحنا نتشبه مجموعه من الامور، يعني بدل ان ننمي لغتنا اصبحنا نفقدها من خلال التواصل الاجتماعي. في هذا السياق لا، هو في مرحله من المراحل كانت كيسميوها لا كوميونيتي سيونتيفيك. لا كوميونيتي سيونتيفيك، المجموعه العلميه، هذه مؤسسه غير موجوده، ما عندها لا رئيس ديالها ولا اعضاء ديالها، ولكن هي ما بلوره المجتمع، بلورته المؤسسات العلميه واحد المستوى معين. من كتقول مثلا انثروبولوجيا، ها هو المستوى ديال الانثروبولوجيا، تحته ما بقاتش انثروبولوجيا. كان سيميولوجيا نفس الشيء. الان هذه صافي سقطت، يعني هذا الصفات التي تحدثنا عنها سقط. وانا قبل لحظات كنت كندرس الطلبه في الماستر، ومن جمله المسائل هذه الايامات دخلت لهذا الانترنت، وكاين ماشي كارثه، ما عرفوش شنو هو ممكن نسميه في هذا الميدان اللي كنشتغل به. ماشي لانه بسيط لا، البسيط كلنا بسطاء، وان تقدم للطلبه معرفه بسيطه هذا امر جميل، وان ياتي شخص ويعرفهم لكم تعريفات بسيطه حتى الادنى، هذا لا يشكل ضررا، ولكن ان تضلل هذا هو الاشكال. فمجموعه كبيره من هذه القنوات تضلل الطلبه، واشفقت عليهم. انا قلت لهم ولي انا اقف الان امامكم في هذا القسم، في هذه الكليه رقم 5، وانني من 4 ل 6 نهار الجمعه وراني هنا، وانا الاستاذ وانتم الطلبه. هذا يسمى مؤسسه، بمعنى ريسبونسابيليزي، انا مسؤول على كلامي. قال لها انا الاستاذ لا اليوتيوب ما بقاتش في هذه القضيه، راها كاينه وممكن غدا ما تكونش، ممكن يمشي يقول لك انا ما عمري كاع قلت هادشي كاع اطلاقا، وسير تعيه انت ولا غادي يقول له اي شيء. هذه هي الخطوره اللي كنناقشوها. المستوى الثاني ممكن اللغه، وانا دائما اردد هذه القضيه هذه.
لغتنا ليست هي أدوات نستعملها وبعد ذلك نلقي بها بعد الاستعمال. لغتنا هي كينونتنا، هي طريقة في أن نرى. كلما كانت لغتنا كبيرة وعريضة جدا كان استيعابنا للواقع أعمق. لذلك دائما أنا قلت هذه المناطق التي تنسحب منها اللغة يستوطنها العنف. هذا هو. ربما كما أورد مؤلف هذا الكتاب يعني عن جون جاك روسو أن الثقافة حرب، عبارة عن حرب. نعم. تفضل. السلام عليكم، شكرا أستاذ سي سعيد. سؤالي هو: ما هي الصعوبات التي يواجهها المترجم أثناء الترجمة، لا سيما إذا تصادف مع اللغة المجازية أو الفلسفية أو الشعرية؟ ايوا واش غادي نقول لك؟ يجب السير على الصعوبات ولا حتى المجازات. يعني لا عندما تترجم تحاول ما امكن ان توطن تستنبت فكرا انتج في لغة ضمن لغة اخرى، ويجب ان تكون قادرة على استيعابه. هذا هو. فبالتالي يجب المعرفة، يجب أن تكون معرفتك للغة لا تقتصر على المعرفة العادية، ولكن القدرة على استكناح الاستعارات التي تستعمل في هذه اللغة. كان شاتوبريون كيقول لك يعني جو نو سوي با ميور جو سوي اوتر. إلا جيت ترجمها أنا لست الأفضل ولكنني آخر، ما تعطيه حتى شي حاجة. ولكن لست الأفضل ولكنني مختلف، هي تكون أحسن بكثير من هذا. من أنا قريت ويوسف راه أنايا واحد القولة كيقولها هذاك نتاع لامارتين كيقول لك ان سيل اتر فو اي لو موند دي بوبلي. ان سيل اتر فو موند لو موند. وشتو هو دارها مترجمها وما عجبتنيش نهائيا. هو هذاك ان سيل اتر فو موند كائن واحد يختفي عن ناظريك في العالم موحشا. أنا وطنت هذا الفكرة في لغة، فهذه هي وهذا آخر كتاب أترجمه. انتهى. ماذا فيك سوف تقوم بترجمة آخر تترجم بعشق؟ أنا متأكدة بأنك تترجم بعشق. تفضل. السلام عليكم أستاذ سعيد، جدا مرحبا معك اليوم في حفل توقيع الكتاب شبكات التواصل الاجتماعي. سؤالي لك أستاذ هو: نعتبر شبكة التواصل الاجتماعي هي أداة من أدوات التواصل الرقمي الحديث، وحنا دابا لا غنى عنها في تواصلنا اليومي بشكل عادي. ألا تظن أستاذ ناخذوا هاد شبكة التواصل الاجتماعي ندخلوها حتى هي في المؤامرة على الإنسانية، بحيث أنها كتدمر الذوق التواصلي أو الثقافي للمجتمعات، وهي في حد ذاتها أدوات تستغل من طرف البشرية؟ يعني هذا الذوق هذا من كيجينا؟ هذا سوء استعمال شبكات التواصل الاجتماعي من كيجينا من طريقة استغلال البشرية لهذه الأدوات. ألا تظن أننا نحمل هذه القنوات الرقمية أكثر من حجمها؟ شكرا. أنا في البداية انتبهت إلى أنني لست ضد شبكات التواصل. أنا عارف بأنه شوف الله يخليك دائما أنا عندي واحد القضية، فرق ما بين أن تبرر سلوكا وبين أن تناقش ظاهرة. اللي خطير هو الآن أنا عندي واحد كثير جدا كيناقش معك، ما كيناقش لأنه ظاهرة كظاهرة، كيقول لك أنا كنستعملها بزاف خصني نبرر علاش كنستعملها. هذه غير الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ما تقوليش الذوق أنا اللي راني كنصنع. لا كيصنعوا المجتمع. شكون ولا ماشي المجتمع؟ كيصنعوش المجتمع زعما الرقمي. لا اللي كيصنع الذوق هي المؤسسات التجارية الكبرى اللي كتنتج الأدوات اللي كنستعملوها، وهي الآن وإلا غادي يكون الإشهار
واحد الوسيط بسيط جدا، في حين أن الإيجار ما بقاش وسيط جدا، لا يلبي حاجة، لا هو يخلق الحاجات، لأنه إلى لبى الحاجات فقط هذا الشيء نهار يقول صافي وصلنا لواحد المستوى ما بقينا والو. يعني دائما الآن عندك هذا النموذج، هذا كنقول هذا الذي بين أيديكم مجرد نسخة أصلا في مكان آخر. فين كاين؟ كاين في انتظار انه يجي شي واحد اخر اي 70 اي 90 اي 25 وغادي تمشي معاه، وهو كيقوم بالدور نفسه. فلذلك ما عندناش فكره اننا فقط نستهلك للحاجه، لا نحن نستهلك ليستمر المجتمع الاستغلالي المستهلك. نحن في حاجه الى مستهلك لا يتوقفون، انا كنسميه المستهلك الطيح. الغافام، هذا الغافام، وانا معاك، يعني انا الان لا احد يوقف في وجه التقدم، وساكون مجنونا اذا قلت لكم لا الله يخليكم، لا انا كنقول فقط الا يمكن الطفل الصغير ان نربيه منذ البدايات الاولى. هذه اداه ها كيفاش تستعمل فقط ترشيد، ما غاديش نقنعوا الجميع، ولكن ممكن ان نحد من خطوره ذلك، أن يكون أداة نفعية، ولكن في نفس الوقت نحاول ما أمكن أن نتجنب الكوارث التي تأتي منه. هذا هو إذا المسيطر اقتصاديا هو بالضرورة مسيطر سياسيا وثقافيا واجتماعيا وما إلى ذلك. تفضل. مساء الخير الحضور الكريم، مساء الخير أستاذ سعيد، مساء الخير الجميلة غادة، سهام فوزي قناة الثقافية. أستاذ عندي سؤالين سأحاول أن أكون مختصرا، الأول مهني والثاني أسري. الأول مهني، باعتبار أن شبكات التواصل الاجتماعي من غير رأيك أستاذ أدت إلى ميلاد مهنة جديدة مزاحمة لمهنتنا، مهنة الإعلام، وهي كائنات تدعي أو أصبحت تمارس العمل الإعلامي بشكل طفيلي متواجد بالآلاف، ربما أحيانا سيكون بالملايين. رأيك في هذه الظاهرة التي أصبحت تضيق الخناق على مصداقية العمل الإعلامي المهني الجاد كما تلقيناه في معاهد الإعلام؟ السؤال الأسري الثاني، وأنتم توجهتم الخطاب إلى الحضور باعتبار هناك الكثير من الأمهات والآباء، ومعاناتي تقاسمها معي الأكيد عشرات من الآباء والأمهات هنا. كيف نربي أبناءنا انطلاقا من مبدأ التربية بالقدوة؟ كيف نقدم لهم قدوات معينة ولديهم قدوات مضادة ضاغطة ومؤثرة في الشاشات التي يجدونها أمامهم تغطي على القدوات التي ربما نريد نحن الآباء أن نوصلها لهم وأن نحثهم على اتباعها؟ وكيف تتقلص تلك الفجوة الرقمية بيننا نحن الآباء وبين أولادنا الذين أعتقد أنهم ولدوا بجينات رقمية تتجاوزنا نحن؟ وشكرا جزيلا أستاذ. النصيحة لما أن شبكات التواصل الاجتماعي حاليا تزاحم، هذا هو الفكرة. أنا كنت وقفت عندها مؤسسة كيف ما كان حالها وكيف ما كان موقفنا منها، قناة الأولى ولا الثانية والرابعة ولا كذا، هي مؤسسة كاينة واحد نوع من الرقابة، يا إما رقابة ذاتية يا إما رقابة المؤسسات، إما نقولوا الهاكر مثلا. ما يجري داخل اليوتيوب لا أحد يعرفه على الإطلاق نهائيا. عندك ما غادي يدير لك جدا. انت تريد ان تحمي نفسك وان تحمي انا ما عنديش مشكل، لكن عشرات الاف مئات الالاف من الاطفال الذين كما قلت انت جات غير المشكله. يجب ان نعرف هذا المشكله ديال الجينات، هي هذه معرفه تقنيه، هذا هو الخطير في الامر. لا اثر لها على كينونتهم على الاطلاق. والدليل على ذلك ان هناك من يستعمل هذه الشبكات من اجل الارهاب، من اجل تعلم القنابل، كيف يصنعون القنابل، كيف عندها تقنيه ممكن اتعلمها، ولكن لا اثرها على فكري وعلى قناعاتي وعلى قيم اخلاقي، ما عندهاش على الاطلاق. وهذا هو الخطير، ان تصنع مجتمعا تقنيا نسي ما كان يسمى القيم التي يعيش بها الكائن البشري لكي يتطور. احنا ما كنعيشوش فقط لاننا قبل لحظة تحدثت عن هذا النمذجة، يعني هناك نسميه هنايا الوجود الإنساني وكأنه استنسخ من نموذج كلي يجب دائما أن يكون طيعا ذاته. وهذا هو الذي يحدث عندما يعمم الاستهلاك
نصبح كائنات تتشابه في الاستهلاك في كل شيء، وهذا الذي نسير في اتجاهه. يعني مع قضية واحد أنا يعني من أجمل يعني اللي نوصل شي واحد كيتكلم كيقول له arrachez-vous des écrans. Les écrans vous vident, les livres vous remplissent. هذا هو يقتلوننا، يعطوننا ما نبحث عنه، نلج ونتحدث عن الحداثة فإذا بنا أعراق، طوائف، كيانات مختلفة. باش نديروا شوية سياسة ثاني عاود، يعني الآن مين كتشوف الذين يشتمون في الفيسبوك، يعني ما تقول البلاد صافي. ففي حماية ما كانش تحسن الواحد ينزل الفتاة من هذه هنا، وهذا هو الخطير. أدوات تتعايش فيما بينها، أنا تشتم وتسب وتتفرد وتعكس، ولكنها في الصباح تعود مطمئنة سالمة إلى مكتبها وتقوم بالعمل ويعود من وهكذا. كيقولوا عليا لوكاس عقد. انا جيت فضل الصديقه اللي هنايا، كنت استاذ، كنت رجل تعليم، ولكن مشيت برا هذه 23 عام. كنت استاذ ثانوي واستاذ جامعي. دابا ترجع بالنسبه للدارجه، كنهضر بالدارجه لانه كنحبها وكنشجعها في العالم، لانه بزاف الناس كيقول لك انتم مغاربه ما بتحكوا عربي وبتحكوا علينا. ومع ذلك يعني ساحكي عربي. فربما الشباب اليوم يحتاجون الى مصادر وموارد تختلف عن الطرح التقليدي. فاذا كان الابناء في الاسره يبحثون عن مصادر اخرى، فربما لانهم لم يجدوا ما يريدون داخل البيت. واذا استمعوا الى مصدر ولم يجدوا ما يريدونه، فانهم يبحثون عن مصادر اخرى. فاظن وسائل التواصل الاجتماعي هي بحال التراكتور ولا بحال الطوموبيل، كتركب فيها تقدر بها قصيره تقدر توصل فين بغيتي. فاظن بانه حان الوقت لتشجيع الشباب لكي يستعملوا هذه الوسائل مع تحمل المسؤوليه القانونيه. فمثلا في الولايات المتحده اللي كنسكن فيها 23 عام، انا استاذ جامعي في امريكا، كيقول لك مثلا عندك الحياه الشخصيه وعندك الضروره باش تستعمل هذه الوسائل. اذا لازم تنازل شي شويه على البرايفسي ديالك باش تستافد من الخدمات ديال السوشيال ميديا. والان الشركات كيفرضوا عليها ان تضيف واحد الباراغراف اللي كيقول خصكم ما تجمعوش المعلومات على عباد الله. يعني كاين لي زابليكاسيون كيجمعوا، ولكن بزاف الناس كيضغطوا عليهم الان كيقولوا لهم لا، خصك الا شريت من عندك ما تجمعش عليا المعلومات. عموما على كل حال كنشكرك استاذ ومفخره، راك من بركه انا خاطر كنشكرك. أستاذ، كنت هذا آخر كتاب أترجمه. أنا راه بلاصة اللغة وقلت علاش، ولكن صوتي ما وصلش. في آخر لقاء لينا أعطيتينا الأعداد ديال مجلة علامات، قلتي لنا هذا آخر عدد يخرج من علامات. قشطاري. هذا السؤال الأول. أما في العلاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، سأعود إلى السؤال الذي طرح في البداية. هناك شخص سأل عن التسوق عن بعد. أنا أسأل عن أكثر حميمية، وهو الحب عن بعد والاتفاق عن الزواج عن بعد. يعني
عقلي لا يستطيع أن يستوعب كيف يمكن لشخصين أن يحبا بعضهما عن بعد، ولو أنه بدون العين التي ترى وتنظر وتبصر، بدون الابتسامة التي قلت أنا بأنها شرفة الروح إلى آخره، فكيف يمكن أن يكون الحب عن بعد؟ صحيح بشار قال والأذن تعشق قبل العين أحيانا، ولكن أعشى عندما وصف هريرة قال غراء فرعاء مصواردها تمشي الهوينة كما يمشي وجهها. فبالتالي عن طريق التواصل الاجتماعي قد أقدم لك صورة أجمل امرأة في العالم على أساس أنها أنا، ونتفق على الزواج، وربما قد يحصل الزواج وتكون الصدمة أو العكس، يعني الرجل والمرأة. فأيضا الحب هو الشيء الأكثر حميمية بالنسبة للإنسان، هو الذي يشكل إنسانية الإنسان، فكيف يحدث أن يصبح عن بعد؟ شكرا. قبل الإجابة عن هذا السؤال دكتور، ربما سوف نغلق باب المداخلات، لأن هنا نحن مقيدون بالتوقيت، وسوف ندعو بعد قليل يعني الحضور إلى توقيع، يعني أخذ توقيع الدكتور سعيد بن قراد. نقدروا نزيدوا شوية ذيك الوقت؟ حسنا إذا متدخل جديد. نعم ناخذ السعير. نعم أستاذ يونس. ندى وسط حسن. نعم سفيان. من اسماء. جميلة. امرأة أخرى. خديجة. نكتفي بهذا القدر أستاذ. دكتور كارثة اوكي. إذا يونس. كنت حطيت واحد. عندهم بلد. عندهم بلد. حسنا يونس. انا ماشي يونس، ولكن كانت عندي الميكرو ما تسجلش الاسم ديالي، ولكن تدخل نعطي ليونس. شكرا جزيلا. اولا اطمئنكم ان الاستاذ لن يتوقف عن الترجمه، لان الترجمه ليست اختيار، وانما هي ناتجه عن قلق، وما دام القلق مستمرا عند الاستاذ فان الترجمه سوف تستمر. في مساله شبكه التواصل الاجتماعي اود ان اتساءل مع الاستاذ اين توجد الدوله في شبكات التواصل الاجتماعي؟ بمعنى مساله السلطه، هل تعيد شبكات التواصل الاجتماعي توزيع وتقسيم السلطه بشكل جديد؟ المسألة الثانية وهي مسألة الدلالة. شبكات التواصل الاجتماعي هل هي مجرد عاكس للدلالة؟ هل هي فقط مجرد كاشف لما نحن عليه؟ أم إنها تعطي الدلالة للأشياء؟ وبالتالي هذه المفارقة ديال هل هي تعطي الدلالة أم إنها فقط تكشف الدلالة؟ وشكرا. متدخل يونس. تحية طيبة، شكرا لكم جميعا. شكرا للجميع وللمكتبة ولأستاذنا الفاضل على هذه المداخلة القيمة. ما دمنا نتحدث عن شبكات التواصل الاجتماعي، بما نتحدث عن ثورة الإعلام بصفة عامة والتكنولوجيا الحديثة،
اللي هي في الحقيقة ليست فقط ثورة تقنية، وإنما تكمن وراءها ثورة فكرية ومعرفية وذهنية أسست لها. أطرح أسئلة مباشرة. اليوم المدرسة المغربية العمومية تعيش خارج الزمن الرقمي والتقني. مازال نحن في المؤسسة وفي المدارس العمومية منع الهاتف، استعمال الهاتف في المؤسسة فقط. أما إدماج التكنولوجيا في التعليم أعتقد أنه مجرد شعار ربما للاستهلاك الإعلامي أو شيء من هذا القبيل. كيف يقارب الأستاذ الكريم علاقة التقنية بالمدرسة؟ يعني هذه النقطة الثانية، هل يمكن أن نشجع على القراءة وعلى استهلاك الكتاب ونحن نرى السياسة الثقافية الرسمية للدولة فيها مشكل؟ يعني كيف أن الكتاب ووضع الكاتب والمثقف في السياسة؟ وزارة الثقافة نرى فيها مشكل، ليس هناك أي تشجيع. هناك أناس يكتبون 4-5 كتب ما عندهمش عشاليلة في هذا البلد السعيد. فإذا راه كاين واحد المشكل حقيقي لابد أن نكون صراحة في نقدنا للوضع، وإلا فإننا سنغطي على الأزمة وربما في يوم من الأيام تصبح أعمق. آخر سؤال مباشر، نقطة الترجمة. هل الترجمة بسؤال أو سؤال واحد فقط؟ سؤال مباشر. أنا نحتاج إلى مؤسسة للترجمة لتواكب ترجمة ما يصدر في هذا الجانب على المستوى الغربي. وشكرا. أعتقد أن هناك مؤسسة للترجمة موجودة. ندى، متدخلة ندى. أنا شخصياً أثرتني فكرة استوقفتني في الكتاب، فكرة للمؤلف أو عبارة بالأحرى فيها تقابل، يقول أن الأنا الرقمية هي في لحظة من اللحظات تكون غايتها الاتصال من أجل الانفصال. هذا التقابل بين الاتصال والانفصال هنا، هل يقصد الكاتب الانفصال بمعنى الانفصال عن البيئة المحيطة أو الانفصال عن ذاتنا الحقيقية، عن ذاتنا الحميمية من جهة؟ وإذا حدث هذا الانفصال كيف السبيل إلى مقاومة هذا العالم الذي أعتبره هو يعني عالم الإغراء بمفهومه السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ كيف سبيلنا إلى مقاومة هذا الإغراء؟ مساء الخير أستاذ سعيد، أستاذ السمحاجي، حضور الكريم تمسيوي. أنا مباشرة باش ما نطولش، هو بغيت نتكلم على المكر ديال شبكات التواصل الاجتماعي. على ما يبدو أن هي عالم من الحريات إلى آخره، ولكن هي الحقيقة هي مزيفة. وباش نقول علاش اعتمدت باش ما نطولش، كثير من التدخلات اللي تقاطع معها، وغادي نكتفي بالإشارة إلى أن هذه الحريات المزيفة كتقوي أن هذه شبكات التواصل الاجتماعي كتحكم وكتحدث وكتحجب أشياء وكتخلي التمرير للأشياء اللي مارسها أخرى. نعطيك مثال، مثلا بعض المصطلحات، مثلا نظام أبارتيد، مثلا كذا الاحتلال لمن إلى آخره. كاين بعض النظر اللي حنا كنا العديد من الأصدقاء وزملاء اللي هما ضحايا ديال هذا الحجم على بعض المصطلحات معينة. إذا اللي يسمع لما باش تخبى فيه هذا المكر ديالو نادر. أستاذ سفيان. مساء الخير الحضور الكريم، مساء الخير أستاذي خالد. هناك مقولة شهيرة عن منصات التواصل الاجتماعي تقول بأنه عندما لا تدفع ثمن البضاعة وتطلب هنا ثمن الولوج لهذه المنصات فأنت حصرا هو البضاعة. تجرون هذه المقولة لمسألة مهمة طرحت إلى السطح مؤخرا، متعلقة بشركة لجمع البيانات التي تبيعها للسياسيين من أجل استخدامها في الحملات الانتخابية لبعض المترشحين، وكذلك تغيير الرأي العام، منها
فريق خورخي نسبة الاسم المستعار المسؤول في تلحانان، وقبلها كامبريدج أناليتيكا. سؤالي هنا من هذا المنطلق، هل باتت وسائل التواصل الاجتماعي خطرا يهدد الديمقراطية؟ شكرا سفيان. تفضل أستاذ عثمان. تحية طيبة للأستاذ سعيد بنقراد. نحن في ختام حفل التوقيع عندكم أستاذي. أنا مداخلتي أو سؤالي بسيط جدا. وأنا في حداثتي السنية وفي بداية العشرينات، أنا مقبل على كتب. ما هي الكتب التي تستحق القراءة بالنسبة لك؟ أريد نصيحة وكعلاقة كشيخ في مجال العلم ومجال المعرفة، في إطار ذلك تلك الجدلية بين المريد والشيخ. هذا هو السؤال البسيط. ما هي الكتب التي تستحق القراءة؟ نرى الكتب أكثر مبيعاً، الرواية، القصة وغيرها من الأمور. شكرا. التي تفقد المعلومة. شكرا عثمان. أستاذة جميلة. اولا شكرا للمكتبه الالفيه الثالثه على تنظيم هذا، وشكرا للاستاذ سعيد بنقراد على الحضور، وشكرا ايضا للصحفيه والاعلاميه. سؤالي يتقاطع مع سؤال استاذ كان قد تحدث عن رقمنه الكتب او عن بعد المدرسه المغربيه عن الرقمنه. هناك مجموعه من الدعوات الصريحه التي تحث أو تدعو إلى رقمنة الموارد الدراسية أو البرامج والوسائل الديداكتيكية المستعملة في عملية التدريس. فهل هذه دعوة صريحة بما فيها الكتب والبرامج؟ فهل هذه يا أستاذ دعوة صريحة للتخلص من الكتاب الورقي أم أنه استعداد لشر لابد منه؟ شكرا أستاذة جميلة. السلام عليكم. أولا الشكر موصول لكم سيدي الفاضل سعيد بنقراد. لدي سؤالين يراودانني. فأولا السؤال الأول يتعلق بالتعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فما رأيكم بالشواهد التي يقدمونها لنا؟ هل تحمل شيئا من المصداقية أم لا فائدة منها؟ والسؤال الثاني يتعلق بالترجمة. أحيانا نجد بعض المترجمين يطرحون مجموعة من الآراء إلى حد أننا نجد آراءهم تفوق آراء المترجم. حاليا لست أقصدك بالأساس، وإنما هناك مجموعة من المترجمين. مثلا على سبيل المثال نجد محمد العمري متعه الله بالصحة، أمثالهم القائمة طويلة جدا. وشكرا للدكتور تستهدي ومن يقرؤون مقدمة. ربما نكتفي بهذا القدر ونشكر الحضور مجددا على هذه المداخلات القيمة، ونترك الفرصة للدكتور سعيد بنقراد للإجابة. سأحاول بعجالة فيما يتعلق بقضية الدولة في شبكات التواصل. الدولة هي اللي حاضرة في شبكات التواصل الاجتماعي، هي التي تتحكم في صميم التمرد والاحتجاج، هي التي أحيانا في مرحلة النظام كانت الدولة أجهزتها تعرف الشيء الكثير عن المناضل، تعرف أين يسكن وأين كذا، ولكن مناطق دائما في ذات هذا المناضل ظلت عصية على الطغاة، لم يكونوا يعرفوا عنها أي شيء، لا يعود إلى نفسه، إلى ميولاته، إلى معنى. الآن العكس تماما هو الذي يحدث. نحن ندخل إلى شبكات التواصل ونتعرى كلية، نقدم لهم كل ما يريدون منا طوائية وبدون ضرب بدون أي شيء، وبالتالي أنت تدخل الفيسبوك عشرات ملايين يدخلون إلى الفيسبوك فابور مجانا. تعتقد الطالب الذي تحدث أو الذي سأجيبه إذا كنت لا تقدم لا تؤدي ثمن المنتج الذي فأنت لست زبونا، أنت منتج. فنحن
منتجات، علمونا كيف نبيع انفسنا في الفيسبوك. غير كيقول لك انا حتى انا نديرها، كيقول لك فوز اكسبتي، تقول له اكسبت، ما طلعش ولكن في الوقت اللي يقول اكسبتي بمعنى او ديرها كل المعلومات اللي درتها تماك راه ممكن تصرف بها هي. كيبيعوها شركات مؤسسات، ويبيعوها ايضا المخابرات الدول الكبيره والصغيره والمتوسطه. ها هي الدوله حاضر بكل قوه كاع. كما أوردت المراقبة والعقاب. المراقبه والعقاب. إدماج الرقميه وهي ديال الاستاذه جميله واللي كان سبقها، كاين مستويان فيما يتعلق بإدماج. الاستفاده من الرقميه امر يبدو لي طبيعي عادي جدا اننا نستفيد من الرقميه، ولكن يجب ان لا نتخلى عن الكتاب. الكتاب يجب ان يظل حاضرا. ما عرفتش جيلي واحد مجموعه من الاجيال من بعد ذلك كنا كنقراو عند احمد بوكماخ. تلك الكتب لا زالت حاضره في اذهاننا لحد الان. احمد بوكماخ ما كانش كيقدم لنا معرفه كبيره جدا، ولكن كان يعلمنا كيف نكتب اللغه، كيف نبني عوالم طاحونه المنيش العاسر والو علي. اشياء كانت تبدو بسيطه ولكنها كانت تقودنا الى شيء. فلذلك هناك جانب اننا نستفيد من التقنيات، يعني في طريقه ما بقاش ممكن الان ان الاستاذ يجي ويبقى يكتب بالطباشير، ما بقاش نهائيا كاع. كانت واحد مجموعه من العناصر، ولكن الكتاب يجب ان يظل في تصوري، لان الحميميه مع الكتاب لا تشبهها اي حميميه على الاطلاق. لاحظوا انتم الان وانت كتشري كتاب وكديروه هنايا وكتديه بعض المرات كتسيب فيه يعني اشياء كثيره جدا. مثلا انت كتشري في بابك من الخرده وكتسيب توقيع ديال شي استاذ، ذكريات زمن ما يودع في الكتاب. انت تشرط على شي حاجه كديرها وكترجع من بعد. انا الان وانا كنت ادرس في فرنسا، وكنت هذيك البدايات الاولى فرنسيتي دايره، وكنت كنخطط وكنقول ويلي انا ما كنتش كنعرف هذه الكلمه هذه، ولكنها موجوده الان. الاتصال والانفصال يا استاذه ندى هو انا في البدايه قلت نحن نتصل لكي ننفصل على مستويين. اولا ننفصل عن العالم الخارجي. العالم الخارجي فيه المشاكل، فيه معقد ومركب، ما فيش. العالم الافتراضي طيع، انت تبحثين عن الاشياء التي تريدونها، وغير كيعرفك راكي باغيه اللون الاحمر يعطيك اللون الاحمر، ما عنده حتى مشكل نهائيا وكتمشي معها. فلذلك انا قلت هذه الفكره ديال اننا نريد ان نتصل لكي نخلق صداقات مع ناس، حوار، ولكن في الواقع راه تعميق للوحدانيه والعزله. انت تركت الحياه في الخارج وذهبت تبحث عن أشياء. هذا ما كيعنيش باننا لا نبحث عن المعرفه والعلوم داخلنا، بالعكس اشياء كثيره الان نتعلمها من قضيه الديمقراطيه. تحضرني في الكتاب الاخر الانسان العاري، داروا هذاك فيسبوك بدون علم وبدون اراده المبحرون، داروا لهم واحد التجربه كيف يمكن توجيه الرأي العام من خلال مجموعة من الآراء التي يسربونها، وكانوا خداو لي شونتيون تاع 200,000 ومشاو في واحد الاتجاه، كلهم مشاو في ذاك الاتجاه. الخلاصة ديال صاحب الإنسان العاري كيقول لك من هنا على 10 سنوات صافي الديمقراطية انتهت، لم نعود في حاجة إلى الديمقراطية على الإطلاق نهائيا. يكفي أن نوجه المستهلكين بطريقة معينة لكي نحصل على آراء بعينها. أكثر من ذلك الآن جزء كبير من السياسيين يردون عزوف الناس على الذهاب للانتخابات لهذه شبكات التواصل بنفسها، لانه من كتكلم كاين الراي العام وكاين الاراده الجماعيه. الراي العام يتبلور في الفضاء العمومي، الاراده الجماعيه هي الخلاصه، هي لابوتيسمون انك تمشي تنتخب. الان الراي العام ما بقاش حاجه اسمها راي عام، فبالتالي الاراده الجماعيه ايضا على الاقل ما نقولوش ودي انتهت نهائيا، ولكن تقلص حجمها بشكل كبير جدا. رقمنه الفلوس هي نفسها. الحب نقول. الشواهد الرقميه والله انا لا اعرف بالضبط واش كاين هاد المسائل واش عندهم قيمه ولا ما عندهمش قيمه. يبدو لي انه الطريقه اللي كانت دارت قديما ما كانش عندها علاقه بشبكات التواصل الاجتماعي. هذيك التعليم عن بالمراسله، كانت المراسله كانت فيها معرفه حقيقيه انذاك،
وش نفس الشيء يتم الآن شبكة التواصل؟ لا أعرف. أشكركم شكرا جزيلا كل الطلبة وكل الأصدقاء الذين حضروا، أشكركم شكرا جزيلا. شكرا للحضور الكريم، وأدعوكم إلى توقيع الكتاب الذي تختارونه للدكتور سعيد بن، وأنتهز ربما الفرصة لأقترح على الجمهور سيرة التكوين للدكتور سعيد بن قراد، لأنني فعلا استمتعت بقراءتها، لأنها كتبت بأسلوب أدبي شيق وممتع، وربما هي تشكل القدوة التي سألت عنها الأستاذة سهام. هذه هي القدوة، هذا الكتاب يعني رائع، وتأثرت أيما تأثر وأنا أقرأ هذا الكتاب، وجدت فيه معلومات ومسار فعلا رائع. شكرا. الله يبارك فيك.